السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة هنعمل مع بعض حلو شرقي كده، خفيف وظريف كل الناس بتحبه. هنعمل السيرم بتاعه او السيرب بتاعه او العسل او الشربات، يعني ايا كان زي ما كلكم بتقولوا. معانا 2.5 كوباية من السكر، كوبايتين ونص من السكر. تمام كده. وبنفس الكوباية اللي عايرنا بيها السكر هنحط بيها 1.5 كوباية مية. اجي 1.5 كوباية عشان ما تقعدش على النار كتير وهي بتغلي. تمام كده. وهنجيب نص ليمونة ننزل منها نص ليمونة، او هنجيب ليمونة ناخد منها نص ليمونة كده يعني. هنشيل البذر وننزل منها عصرة ليمون. مش هننزلها طبعا، انا مش هنزلها كلها لان هي فيها مية كتير. وهولع عليها عشان السيرب او الشربات بتاعك، بتاع الكنافة، بتاع البسبوسة، بتاع الجلاش، بتاع اي حاجة ما يسكرش، ما يعملش فتافيت سكر. اول حاجه لما تحطيه على نار ما تفضليش تقلبي فيه، يعني انت بصي زي ما انا عملته بالظبط، ما تقلبيش فيه. ده اولا. طبعا معايا شويه سمنه بلدي. تمام. انا هنا ما قلبتش فيه، انا هنا بعد ما فك ال بصوا هنا لما بتيجي ترفعي المعلقه، انا هنا كنت هطفي عليه خلاص كان غالي. هنا بصي انا بجربه ازاي. بحط المعلقه في الشربات او في العسل او في السيرب، وارفع المعلقه. لو ما وسعتش زي ميه كده، يعني بتحسي طبقه العسل او السيرب على المعلقه، تحطي المعلقه وتطلعيها تلاقيها كلها بقت شكل واحد. لكن لو فرشت من جوه المعلقه اعرفوا انها لسه ما استوتش. هنحط شويه فانيليا، آه، شويه فانيليا. هنقلب وهو كده كده مطفي عليه. ما نحطش فانيليا واحنا وهو بيغلي عشان ولا يمرر ولا ريحته تروح. تمام كده. بعد كده هنجيب بقى ورقة جلاش ونعمل بقلاوة خفيفة كده. معايا طبعا ورقة من الجلاش الزهار، هناخد كل ورقتين مع بعض. طبعا سيحت الزبدة وهناخد كل ورقتين مع بعض. طبعا الصينية اللي معايا طويلة ومدهونة سمنة. هبتدي ادهن كده والفها زي الرول. هاخد طبعا كل ورقتين والفها بقى رولات وارصها جنب بعضها. هتشوفوا ازاي كده. وهبتدي ان انا احطها في الصينيه بالطول كده. عقبال بقى ما نلف ورقه الجلاش، يا ريت لو ما حطيتيش لايك للفيديو يا ريت تنزلي تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي عشان يوصلك مني كل جديد. هنبتدي برضو ندهن كده ونلفها رول ونرصها جنب التانية لحد ما نخلص ورقة الجلاش كلها. وكان الورقة دي برضو ما كفتش، الصينية كانت كبيرة، كان عندي نص ورقة جلاش تانية فانا طلعتها وعملتها.
اهي اهي، حتى التانية كانت اكبر من الاولانية. هدهن الوش طبعا سمنة، وهحط سمنة بكفاية، وهبتدي امسكها اقطعها صغيرة زي البقلاوة الطويلة. هدهنها كويس جدا، وهبتدي ان انا اقطعها صغير جدا زي ما انتوا عايزين. هنبتدي ان احنا نقطعها كده، هروح اقطعها ونرجع تاني مع بعض. هنا خلاص قطعناها، وطبعا احنا مسخنين الفرن ودخلناها الفرن وطلعت بالشكل ده. هنبتدي نسقيها بقى العسل بتاعها او السيرم بتاعها. طبعا لازم حاجة منهم تكون باردة، يا اما الصينية باردة يا اما السيرم بارد. فانا طبعا السيرم كنت عاملاه الاول وكان هو اللي بارد. الصينية هي اللي كانت سخنة. طبعا هنا انا جبت طبق وهطلع منه عشان اوريكم شكله. كان طعمه وريحته حلوين جدا ما شاء الله عليه. طبعا هنا رصينا الطبق، وده كان الشكل النهائي بتاعه. يا رب يعجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.